بنت عامر منيب ما كانتش قادرة توصل طولها ومش مصدقة ولا شايفة حد حواليها، ومن عدل القيعي كشفت أسرار محدش كان يتوقعها، ووالدته صابرة ومحتسباه عند ربنا. عمرو مصطفى ظهر مخصوص بعد غياب، وكان محمد سامي ومي عمر وجودهم مفاجأة في وداعه الأخير. جنازة المطرب عمرو ستين كشفت أسرار عنه كتير قوي، ورغم إنه ما كانش بالشهرة دي قبل ما يروح عن الدنيا، بس الأيام بتعوضه عن اللي ما شافهوش في حياته، وإن الناس كانت بتحبه. معقول اللي حضروا من الفنانين الجنازة وبنت عامر منيب ما لحقتش تفرح بيه واتخطف منها؟ وايه اللي كشفته من القيعي عنه في الجنازه؟ كل ده واكتر من اللي حصل في الجنازه الخاصه بعمرو ستين هتعرفوها معايا في الفيديو ده. عمرو ستين خلاص ما بقاش موجود في الدنيا، بس ده اللي مش قادرة تصدقه مريم عامر منيب، واللي اتخطبوا لبعض من 3 سنين وكانوا بيخططوا لجوازهم. مريم كانت واقفة وسط الناس تايهة وبتدور عليه، ونفسها يطلع كل اللي هي فيه ده حلم مش أكتر من كده. كانت بتتنقل من حضن للتاني ومش قادرة تصلب طولها من الزعل والعياط، وصريخها كان جايب المكان كله من حبيب عمرها اللي راح منها بغمضة عين، والكل بيحاول يواسي فيها. والدة عمرو الموضوع نازل عليها بصمت غريب، وقفت أخدت عزبنها وهي مش حاسة بأي حاجة حواليها وكأنها لسه ما فاقتش من الخبر. بس كان في مفاجآت كتيرة في الجنازة، وهي ظهور عمرو مصطفى ومعاه ابنه، ودي المرة الأولى اللي يظهر فيها بعد فترة تعبه وعلاجه الشهور اللي فاتت. والموضوع ما وقفش على كده وبس، لا ده كمان طلع إن عمرو كان بيعتبره زي ابنه، وإنه مش مصدق إنه سابهم ومشي. ومن الأول كمان كانوا موجودين حسن أبو الروس اللي اتضح إنهم صحاب من زمان، وكل ده كوم. وظهور محمد سامي ومي عمر في الجنازة كان مفاجأة، جايين يودعوا صاحبهم من زمان. ودي برضو المرة الأولى اللي يظهر فيها مي عمر ومحمد سامي بعد رحلتهم الطويلة في السفر من بلد للتانية الفترة اللي فاتت. وكمان بعد ما محمد سامي قال إنه رجع للإخراج مرة تانية بعد إعلان اعتزاله. عمرو ستين محدش عارف من الناس سبب رحيله عن الدنيا، وكأن الموضوع فيه سر، لحد ما جت من عدل القيعي وكشفت كل الأسرار اللي ما كانتش متوقعة، وهي إن عمرو كان بيعاني من تعب الفترة الأخيرة، وكان بيكلمها يحكي لها عنه، وإنه بيحاول يحكي عن تجربته وقد إيه كانت تعباه، بس برضه ما قالتش التعب كان إيه، وإنه اختفى عنها فترة. ففكرت إنه انشغل وإنه بيحاول يبقى كويس، علشان تتفاجئ بعد كده إنه بعد عنها خالص وإنها مش هتقدر توصل له تاني. عمرو ستين واللي يدوب ما كملش 35 سنة مشي وساب كل حبايبه. أيوة عنده 35 سنة، وال60 ده لقبه من أول ما ظهر بألبوم الوحيد سنة 2012، وعرف يكون صداقات كتيرة قوي في الوسط الفني والغنائي، لدرجة إن محمد حماقي بيعتبر نفسه متبنيه، واللي كان متوقع حضوره بس للأسف هو مسافر ومش موجود في القاهرة. فربنا يرحم عمرو ويصبر أهله واللي بيحبوه.